السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قبل ما نبدأ الحلقة عايزين نصحح معلومة، بس الناس كانت فاكراها صح بس هي معلومة غلط. العائلة التي تلقب بعائلة الأسد دي للأسف ما اسمهاش عائلة الأسد، ولا ينفع تكون عائلة الكلب حتى، واسمها الأصلي عائلة الملاعين. المعلومة دي كنت عايز أبتدي بيها الفيديو بس كده عشان الناس فاكراها إن هم عائلة أسد، وهم لا أسد ولا. حافظ علي سليمان الملعون ده اتولد سنة 1930 وابتدى مسيرته العسكرية في أكاديمية القوات الجوية السورية في سنة 1952، واتخرج كطيار حربي سنة 1955، وبعدين اتجوز من الملعونة أنيسة مخلوف في سنة 1957، وبعدها ب8 سنين اتولد الملعون الكبير بشار الملعون. وفي سنة 1971 اتولى الحكم حافظ سليمان، وبعدين فضل على الحكم بتاع سوريا لحد سنة 2000 لحد ما توفى وغرف داهية. أول ما حافظ اتوفى طبعا راح بشار مسك الحكم بعديه، وطبعا ظبط الدستور ساعتها لأن بشار ما كانش لسه جاب أصلا السن بتاع الحكم، فظبط الدنيا يعني، وبشار مسك برضه في الآخر. المهم أول ما بشار مسك الحكم بتاع سوريا كان في حركة إصلاح كبيرة شغالة ساعتها في سوريا، كان الناس مطلقين عليها اسم ربيع دمشق، والناس بقى الكتاب والمثقفين والناس كلها عامة الشعب يعتبر نزلوا بقى في الشوارع بتاع سوريا وقالوا ان احنا هنظبط الدنيا تاني من اول جديد ونبني البلد تاني. وفعلا بدأوا يتحركوا وراحوا قفلوا سجون كتيرة وطلعوا ناس كتير وعفوا عن معتقلين ما تكونوش اصلا في سبب اعتقال. ابتدت حال البلد يتحسن شوية بشوية، بس مرة واحدة بدون اي مقدمات كده الحركة دي تبتدى تقفل تاني. الناس مش فاهمة في ايه اصلا، ولقوا ان حملة قمع امنية ضخمة حصلت مرة واحدة كده، وناس كتير اعتقلت وناس كتير اترمت في سجون وناس كتير اتنفت بره البلد وناس كتير ماتت، والوضع بقى اسوأ زي الاول تاني، والبلد دخلت في حالة طوارئ، وبدأ النظام يرجع تاني خطوة لورا وكأنهم ما عملوش ولا حاجة، وفضلوا عايشين على الحال ده للأسف تاني لحد ما في 2011 الشعب السوري طلع في مظاهرات سلمية تماما، وكان كل حد طالع المظاهرة دي كان جايب في ايديه ورده عشان يعرف النظام ان هم جايين في مظاهرات سلميه، وكان واضح خالص ان هم مش جايين لا في حرب ولا في عدوان ولا في اي حاجه، هم بس كانوا طالبين شويه حقوق وحريه واصلاحات في البلد وتغييرات بس مش اكتر. بس النظام بدل ما يستجيب لمطالبهم راح قابل المظاهرات السلميه بتاع الشعب دي بالقمع على طول، وفي فتره صغيره خالص الامور كبرت جدا ودخلت البلد في حرب اهليه، وفي جنود في الجيش النظام طبعا كان قايل لهم ان هو يروح يحارب ويموت الشعب، فرفضوا. فلما رفضوا كونوا جماعات وبقوا هم يدافعوا عن الشعب، فده ادى ان يكون في حرب اهليه كبيره حصلت في سوريا، وناس كتير ماتت وناس كتير اعتقلت وراحت سجون كتير، وبقى في حمله اعتقاليه كبيره من 2011 والسجون كلها اتملت ورموا ناس كتير في سجون، ومن السجون دي طبعا سجن صدنايا. سجن صدنايا او السجن الاحمر او زي ما الناس كلها قالت عليه المسلخ البشري، السجن ده تم تأسيسه في سنة 1987 في فترة حكم حافظ الملعون، والسجن ده تم تأسيسه بغرض ان هو هيحجز فيه كل الناس المعارضين او السياسيين اللي هم بيكونوا مش عاجبهم نظام الحكم في البلد، لان حافظ برضو كان مخلي الوضع في سوريا سيء جدا برضو، كان اي حد يعترض على نظام الحكم بيرميه على طول في السجن. سجن صدنايا موجود على تلة كبيرة، التلة دي حواليها كلها حقول الغام، منها الداخلي ومنها الخارجي. الحقل الداخلي بيكون مخصص للأفراد، بس الخارجي بيكون مخصص بقى للدبابات والمدرعات، يعني حتى الدبابات والمدرعات حاطين لها حقل ألغام حوالين السجن، وكل ده يعتبر خط دفاع واحد اصلا من خطوط الدفاع الكتيرة اللي موجودة في سجن صدنايا ده، غير ان في قوات بس مخصصة ان هي تراقب كل الاتصالات اللاسلكيه والارضيه حوالين المنطقه كلها بتاع السجن، يعني اي مكالمه هتتعمل حوالين المنطقه كلها بتاع السجن هتكون متراقبه من القوات دي، غير طبعا قوات الامن في المحيط بتاع السجن كله اللي عندهم الصلاحيه ان هم يضربوا النار على اي حد يشوفوه في المنطقة المحظورة دي. وبيتميز السجن صدنايا ان زنزاناته ضيقة بطريقة مش طبيعية خالص، ممكن تلاقي سجن متر في متر او سجن متر في 2 مثلا، وفي بتاع 50 او حتى 100 شخص عادي من غير لا فتحات تهوية ولا ضوء ولا اي حاجة. في شهادات من معتقلين كتير كانوا بيقول ان اول ما تدخل السجن بتاع صدنايا ده بيمسكوك يمسحوا لك اسمك خالص ويقول لك اسمك ده انساه
ويدوك رقم، يعني مثلا 1956 مثلا يكون انت رقمك ده، اسمك ده، خلاص اسمك ده ما بقاش ليه وجود، وبتفضل قاعد في السجن محدش يعرف يوصل لك ولا حتى تشوف اهلك تاني خالص، لان الزيارات اصلا ممنوعة في السجن ده، فما فيش حد ينفع يجي يزورك، ولو حد حاول يجي يزورك هيقتلوه يا اما هيحبسوا معاك، وفي الحالتين كده كده ميت يعني. سجن صدنايا بيتشكل على حرف الواي وبيتكون من 3 مباني، كل مبنى 4 ادوار فوق الارض و3 ادوار تحت الارض، بس 3 ادوار تحت الارض ده اللي هم معلنين عليهم، بس في ناس معتقلين كانوا بيقولوا ان في اكتر من 7 ادوار اصلا تحت الارض. والسجن بيتكون من اقسام كتير زي القسم الاحمر والقسم الابيض. القسم الاحمر اللي هو يعتبر القسم الاكتر دمويه في الاقسام بتاعته، في الاول كان ابيض عادي، بس في سنه 2008 الناس المعتقلين اللي هم اصلا معتقلين بدون تهم قرروا يعملوا ثوره عشان يطالبوا بحقوقهم جوه السجن، فكانت النتيجه ان هم طبعا قتلوا كل اللي كانوا في القسم ساعتها. وبقت مجزرة دموية، وراحوا في الآخر دهنوا الحيطان بتاع القسم ده بدم المعتقلين، فخلوا لونه أحمر في الآخر، فتسمى بالقسم الأحمر عشان اللي حصل ده. والقسم الأبيض ده بيبعد كام متر عن المبنى بتاع حرف الواي ده، وبيتكون من شكل مربع عادي، بس ده مخصص للعسكريين مش للسياسيين والمعارضين واللي هم عامة الشعب دول، اللي هم طبعا في القسم الأكثر دموية اللي هو القسم الأحمر. أساليب التعذيب في سجن صدنايا كان حرفيا بتخلي المعتقلين بيتمنوا الموت لحظة بلحظة، من تعذيب جسدي ونفسي وتعطيش وتجويع. يا اخي ده وصلت بيهم ان هم كانوا بيحاولوا يخلوا المساجين، استغفر الله العظيم، تعبد بشار من ربك. الله لكل بالشلات الطريقه اللي ضربك ده. الله يعني انت شايف الكفر وصل لحد فين؟ ده محدش عمل الحركه دي غالبا غير فرعون، ده حتى اليهود اللي هم اسرائيليين دول ما بيعملوش الحركه دي. ولما كانوا بيجوا بيعذبوا حد كانوا بيجيبوه جوه اوضه، في الاوضه دي اجهزه متوصله بمكبرات صوت في كل الزنزانات الباقيه، عشان لما يعذبوا الشخص ده وهو يصرخ الناس كلها هتسمعه ويدمروهم نفسيا بصوت الصريخ بتاع المسجون ده. غير كمان حرمانهم من الاكل والميه، وكانوا بيدوهم كوب ميه بس في اليوم، ده لو ادوهم اصلا. غير الاعدام الجماعي اللي كان بيحصل كل يوم، يكون في عدد لازم يعدموه مثلا 40 شخص، فهيجوا كل يوم يجيبوا 40 واحد عشوائي ويعدموهم مره واحده. في رقم محدد بده اياه السجان من عدد الموتى، يعني اليوم كل يوم بدهم 40 هذا الشهر، تمام؟ اذا مات 37 قديش بنقص من 40؟ 3، فبيزيعوا اسماء 3 اشخاص حتى يطلعوا يتصفوا بإبرة الهواء. وبعدين يروحوا واخدين الجثث بتاعتهم دي ويحطوها في الجهاز اللي هو ده اللي اسمه المكبس. الجهاز ده جهاز بشع. الجهاز ده كانوا بيجيبوه ويحطوا كل الجثث جواه بحيث ان هو يضغطهم ويخلي وزنهم يقل طبعا، ويكون سهل عليهم ان هم ينقلوا الجثث دي. بعد ما بيكبسوهم بيجيبوهم يحطوهم في اكياس زي اكياس البطاطس، وبعدين بيحطوهم في العربيات العسكرية بتاعتهم وينقلوهم في مقابر جماعية لحد ما يدفنوهم. شفت بعيني شوفة ما بنساها بساحة الفرع، حطوا الشباب بشوالات ويحطوه بسيارات كيا. تخيل من كتر الجثث اللي بتكون محطوطة في العربية وهما بينقلوهم من المقابر الجماعية، كانت العربية بتكون ماشية وعمالة تنزف من كتر الدم بتاع الجثث اللي جوه. يعني انا مش عارف اصلا بيجيبوا ازاي جرأة ان هم يعملوا حاجات زي كده بغض النظر عن ديانتهم. هم اصلا ما ينفعش، دول ما يعتبرش ان هم عندهم ديانة اصلا، بس حتى لو ما عندهمش ديانة على الاقل عندهم قلب يستحرموا لو اللي فهمته ثانية مثلا كده ان ده حرام او بلاش حرام يا اخي، ده مش عارف اقول له ده ايه الصراحه عشان ما فيش. تخيل من سياسات القذر اللي كان بيتبعها السجن ده ان هم طبعا بيعطشوهم جامد لدرجه ان المساجين بيشربوا البول بتاعهم تاني بعد ما يتبول. ما اعرف بس هي الانينه تبعت البول وهي الانينه تبعت المي، نشرب من كله. ولو كانوا بيغسلوا مثلا وميه اتكبت منهم على الارض بيروحوا يقولوا على طول امسحوها عشان ما يشربوهاش. يعني انت متخيل كمية الحاد اللي فيهم؟ انا مش عارف اول حاجة غير ان هم دول ملحدين الصراحة. ومن اساليب التعذيب اللي كانوا بيستخدموها برضو كانوا بيجيبوا المعتقل ويحطوا دماغه بين باب السجن الحديد وبين الحيطة، ويقفلوا الباب على راس المعتقل كذا مرة لحد ما دماغه
تتكسر. ده غير طبعا رش الميه المغليه والزيت المغلي، قلع الضوافر والعيون والصعق الكهربائي، واساليب كتير بشعه كانوا بيستخدموها في السجن ده. ومن الاساليب الشهيره اللي كانوا بيستخدموها الملاعين دول، كانوا بيجيبوا المعتقل ويحطوا له كلبشات في ايديه كده، ويعلقوا من الكلبشات دي في السقف، ويخلوا وزنه كله بتاع جسمه كله على المعصم بتاع ايده بس. فالمعتقل لو فضل متعلق كده شويه هيلاقي ان كل تقل جسمه محمل على المعصم بتاع ايده، فهيصرخ جامد من الالم. ولو فضل كده شويه بتلاقي ان هو اصلا ما بقاش يحس بايده كلها. ده غير طبعا ان هم بيفضلوا يعذبوه برضه وهو متعلق كده. في معتقل في مره قال ان هو فضل متعلق كده لحد 48 ساعه، ولما نزل ما بقاش حاسس بايده تاني اصلا. وكانوا بيجيبوا كرسي حديد ويروحوا حاطين تحتيه شمعة كبيرة مولعة، ويجيبوا المعتقل يقلعوه الملابس اللي هو لابسها ويقعدوه على الكرسي ده لحد ما الكرسي طبعا يسخن جامد ويبتدي جلده يسيح. ولما جلده يسيح يستنوا لحد ما ينقط على الأرض، وبعدين يقوموه ويرجعوه الزنزانة تاني. ده غير بيت الكلب اللي هو كان عبارة عن متر في متر. كانوا بيجيبوا المعتقل يدخلوه جوه ويقفلوا عليه ويسيبوه يتبرز ويتبول على نفسه، ولما يحتاج ياكل لازم ينبح. لو ما نبحش مش هيجيبوا له اكل. ده غير معامله الكلاب طبعا اللي هم كانوا بيعاملوها له. تخيل ان هم في واحده اصلا كانوا معتقلينها عشان عملت اكل وادته للثوار، بس اعتقلوها وتعذبت عذاب واغتصبوها كمان، وكل ده بسبب ان هي عملت اكل وادته للثوار اللي هم كانوا اهلها غالبا. تخيل ان كان في بنت بتقرأ قرآن وهي مسجونة، فكانوا بيجيبوا البنت دي وكان بيتم اغتصابها اثناء تشغيل نفس آيات القرآن اللي هي كانت بتقرأها. متخيل الكفر والإلحاد وصل لحد فين؟ دول مستحيل ما يكونوش كافرين. تخيل ان هم كانوا بيعذبوا واحدة ومن كتر الضرب اسنانها وقعت. في نفس الوضع كان موجود ابنها اللي عنده 2 سنين، فلما شاف اسنان امه وقعت فراح على الاسنان دي ومسكها. فالظابط اللي كان بيعذب امه راح متعصب وراح ضرب الواد برجله، الواد اتخبط في الحيطه مات على طول. وفي واحد من المعتقلين كان بيقول ان هو عرف بنت جوه في السجن كانت حامل في الشهر السادس، من كتر التعذيب اللي هي كانت بتتعذبه كل يوم ولدت في الشهر السابع، وراح الضباط جابوا ابنها قدامها اول ما اتولد وقتلوه. وفي أوضة اسمها أوضة الملح. أوضة الملح دي بيجيبوا الجثث بعد ما يقتلوهم ويرموهم جوه لحد ما يجوا ينقلوهم بعدين. ولما كانوا بيعذبوا واحد ويجرحوه جروح كبيرة في جسمه، كانوا بيمسكوه برضه يرموه جوه في الأوضة بتاع الملح دي اللي هي فيها جثث وكميات ملح كبيرة، يقضي فيها ليلتين مثلا على الأقل. تخيل انت نايم في أوضة مليانة ملح وجثث، وكمان الملح بيكوي الجروح اللي في جسمك.